السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم على كل اللي محتاج تعرفه عن القوالب او التمبلت. قبل ما نبدأ بس هنحتاج نعمل مراجعة على الفيديو اللي فات وبعد كده نبدأ بإذن الله. المرة اللي فاتت احنا ربطنا الواتساب وربطنا بأكتر من طريقة وشفنا كل الربط. طب ايه اللي بيحصل بعد ما نربط؟ هتلاقي بيجيبك هنا على الشاشة ديت. بخش على الشات او المحادثة، بخش هنا على اكونت او الحسابات، بلاقي الحساب اللي انا ربطت بيه ده الحساب اللي احنا كنا ربطنا بيه اللي هو احمد شاهين ده. حلو. في حد برضو سألني عن شكل الرسالة اللي بتيجي. يعني احنا اتفقنا في الثنائي او الكو اكزيستنس احيانا يجي بعض الرسائل على المنصة ما تقدرش تشوفها غير من خلال الواتساب نفسه سواء على الموبايل او على الاجهزة. فخلينا نشوف شكل الرسالة اهيت. تم ارسال هذه الرسالة من جهاز مرتبط مثل واتساب ويب او جهاز اخر ولا يمكن عرض محتواها هنا، يرجى مراجعة تطبيق واتساب للاعمال. حلو. دي بتتكرر قد ايه؟ زي ما اتفقنا بتتكرر فقط بس في الثنائي او الكو اكزيستنس، وبتحصل بشكل قليل تقريبا 1 أو 2% من اجمالي الرسائل يعني. فهي الموضوع ده مش بيتكرر كتير. تمام. ده السؤالين اللي اتسالناهم المره اللي فاتت. خلينا بقى نشوف كل حاجه خاصه بالقوالب. اول حاجه ايه هي القوالب؟ القوالب دي الطريقه الرسميه لارسال الاف الرسائل مره واحده بدون حظر. انا ممكن ابعت حتى ممكن ملايين الرسائل حرفيا بدون حظر. حلو. بتبقى عباره عن ايه؟ ده نموذج رساله معتمد مسبقا من واتساب. يعني انا بكتب الرساله وببعتها لواتساب، واتساب بتشوف الرساله وبتعتمدها، تقول لي خلاص انا معتمد الرساله دي. المحتوى بيبقى ثابت. حلو. بس ممكن اضيف متغيرات. يعني مثلا ممكن اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا اخي، واحط الاسم ده يتغير باختلاف الشخص اللي انا ببعت له، اخي احمد، اخي محمد، هكذا. والشركات بتستخدمه عشان ابدا التواصل مع العميل خارج نافذه ال 24 ساعه. طبعا احنا ما شرحناش ال 24 ساعه ديت، هنشرحها تحت دلوقتي. او برسل اشعارات. حلو. خلينا بقى نتكلم في قوانين ميتا او ايه موضوع ال 24 ساعه والكلام ده كله. انا العميل اول ما بيبعت لي رساله بيفتح معايا ويندو او 24 ساعه اقدر ارد عليه زي ما انا عاوز. يعني خلينا مثلا هنا انا بتكلم من خلال السيستم اهو. العميل بعت لي اوكي. حلو. بعتها لي الساعه 2 و54 دقيقه. انا قدامي لغايه بكره الساعه 2 و54 دقيقه ابعت له اللي انا عاوزه، ابعت له براحتي، ابعت زي ما انا عاوز، مفيش اي مشاكل. حلو. عدى ال 24 ساعه. انا عارف اللي هو حاجات جديده بس يعني لازم تبقى عارفين. عدى ال 24 ساعه بيبقى قدامي حل من اتنين. لا اما ابعت له قالب، بضغط على اسمه كده مثلا وابعت سند تمبلت واختار القالب، وبعدين بتك سيف بتاعت القالب. حلو. او افتح اضغط على اللي هنا دي بقى، بس اللي تحت ديت في الثنائي. يعني انا لو مركب واتساب ثنائي اللي هو الكو اكزيستنس بيبقى معايا الموبايل وفي نفس الوقت معايا الرقم، اقدر افتح الواتساب ويب كده يعني. فبضغط كده فبيفتح لي الواتساب ويب، بضغط اخش ابعت له رساله بتسمع عندي في السيستم عادي، ولما العميل يرد بتفتح ال 24 ساعه. يعني القاعده بتقول ايه؟ انا بامكاني ارد على العميل براحتي طول ما عداش 24 رساله على اخر رساله العميل بعتها. يعني بتتحسب ال 24 ساعه من اخر رساله العميل بعتها. حلو. عدى ال 24 ساعه بيبقى قدامي حد من اتنين، يا اما ارسال قالب من المنصه. خد بالك القالب ده عند رد العميل لازم العميل يرد عشان يفتح ال 24 ساعه. طبعا القالب ده بفلوس وهنشوف التفاصيل بتاعته دلوقتي. حلو. او رساله من الواتساب الموبايل او الاجهزه المرتبطه اللي هم الاربع اجهزه بتوعنا اللي على الويب. في حاله الواتساب التعايشي او الكو اكزيستنس. بس الحته دي بقى استخدمها في اضيق الحدود لو سمحت. يعني بمعنى قصدي عميل عندنا عاوز يعمل فولو اب مع العميل بتاعه. حلو. فكان عاوز يعمل فولو اب مع 1000 عميل حرفيا، فراح دخل بيبعت ل 1000 عميل. طبعا واتساب وراح جاي موقف، ما فيش الكلام ده. انت عشان تبعت فولو اب ل 1000 عميل او حتى 100 عميل او حتى 50 عميل لازم تستخدم قالب. فاحنا بنتكلم ايه؟ الفولو اب بيبقى في اضيق الحدود اللي هو في حدود طبعا بتختلف يعني، بس 10 20 وال 10 20 دول يبقى على مدار اليوم، يعني مش ورا بعض على طول كده. حلو. الرد كله يبقى من خلال المنصه. يعني برضو عشان الحته دي مهمه، الحمايه من الحظر نهائيا عشان ما يحصلكش اي حظر. ترد خلي كل ردود من خلال منصتنا. طول ما انت بترد من خلال المنصه انت محمي زي الفل. برضو المنصه لها تطبيق الموبايل ممكن تنزله عشان لو عاوز ترد بسهوله من خلال الموبايل، وبرضو يستقبل اشعارات لما حد يبعت لك رساله يجي لك اشعار لحد بعت لك رساله انت او الموظفين بتوعك. حلو. خلينا نخش بقى في القوالب. ده شكل القالب. خلينا نشوف بقى الاستراكشر بتاعه او شكله. بيتكون من فوق كده، خدت بالك من الراس او الهيدر ده ممكن يبقى تكست. يعني ممكن بدل الصوره دي نحط تكست او نحط صوره او نحط فيديو او نحط دوكيومنتس. حلو. وممكن تتغير على حسب، يعني بمعنى يعني في عميل كان عايز يبعت دوكيومنت مختلفه لكل واحد. حلو. فاحنا ممكن نخلي الدوكيومنت دي تبقى مختلفه على كل عميل. طبعا الكلام ده اوبشنال، يعني ممكن مش اجباري، ممكن ما احطش اصلا راس للرساله،
تاني حاجه البادي ده بقى اللي اجباري، انا لازم احط نص للرساله، يعني مفيش رساله من غير نص. دي برضو الرساله دي ممكن يبقى فيها variables او متغيرات، يعني ممكن احط النيم، احط مثلا الفاتوره بتاعته، فاحط حاجات متغيرات بحيث لما تتبعت للعميل كل بقى عميل يبقى تروح له باسمه او تروح له بالفاتوره بتاعته او تروح له بحاجه خاصه بيه هو. حلو. في فوتر او التسجيل ده اللي هو خدت بالكم هنا هتلاقيه الجزء ده كده لاكي. طبعا ده مش اجباري ان انا احطه، بس تقدر تحطه وتتحكم عليه. برضو احنا هنشوف واحده واحنا بنعملها. بيبقى في زراير برضو، الزراير ديت كول تو اكشن بتسهل على العميل بتاعك ان هو يرد. بمعنى انا ممكن ابعت له مثلا عرض الصيف مش عارف كذا وكذا وكذا وكذا، واحط له مثلا زرار مهتم، اكتب كده مهتم وزرار غير مهتم، فلو اول ما يضغط على الزرار المهتم بيفتح معايا ال 24 ساعه ارد عليه براحتي. الزراير برضو منها انواع، في الزرار اللي هو كويك ريبلاي او اللي هو الرد السريع، بمعنى هو مثلا لو ضغط على فيو ديتيلز ديت تروح جاي لي رساله فيو ديتيلز واكمل معاه، او ممكن اقول له مهتم او غير مهتم، يضغط على مهتم فتظهر لي اللي هو بعت لي رساله مهتم اكمل معاه. في برضو حاجه اسمها كول تو اكشن بقى، اللي هو يعني نفس الزرار ده احنا هنعمل نفس القالب ده دلوقتي. يعني الكول تو اكشن ده ممكن احط زرار يوديه على موقع عندي، ممكن احط زرار يتصل بيا، ممكن احط زرار يفتح كتالوج عندي. حلو. فهنشوف الزراير برضو مع بعض. خلينا برضو نعرف الليميتس بتاعتنا. احنا في الراس او الهيدر اخري احط 60 حرف، غالبا بيبقى اسم الشركه مثلا، هو الفوتر برضو الفوتر او ممكن احط هنا اسم الشركه فوق. لو انا هحط صوره خلاص مش هحط، يبقى الراس صوره مش حروف يعني مش تكست. احط مثلا اسم الشركه، مثلا شركه جيني ار بي، شركه كذا. النص الاساسي بقى اخري 1024 حرف. برضو قواعد المتغيرات احنا هنخش نعمل رساله كمان شويه. طبعا المتغيرات ما تنفعش في الاول ولا في الاخر، المتغيرات بتبقى في النص، اللي هو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي كذا، اخي كذا دي كده متغير. حلو. ما ينفعش يبقى فيه متغيرين ورا بعض، يعني ما ينفعش اخي كذا كذا، لا لازم يبقى متغيرات ما بينهم مسافه. وبنعمل قيم توضيحيه سامبلز ديت هنشوفها واحنا بنعمل برضو التمبلت، اللي هو باجي اقول له مثلا شوف اخي مثلا نيم، فالنيم دي هروح اعوض عليها مثلا باسم احمد، بحيث الواتساب يبقى عارف اللي هو بعد كده اللي هيجي عند النيم ده يبقى اسم واحد اسمه احمد، محمد، محمود، هكذا يعني. نخش في انواع القوالب. عندنا 3 انواع رئيسيه: التسويقي والخدمي او التسكير. التسويقي اللي اسمه ماركتنج، خدمي او التسكير اسمه يوتيليتي بالانجليزي، المصادقه او الاو تي بي او الاوثنتيكيشن. دول 3 انواع. طب خلينا نمسكهم واحده واحده. اول حاجه التسويق ده نص تسويق، انت بتقول له في النص كده في البادي بتاعنا الحق عرض الصيف، الحق نزلنا عرض جديد، الحق مش عارف ايه، عرض ما يتفوتش. نص تسويق. حلو. تحط صوره بقى وتحط حاجات وكانك. حلو. في بقى اليوتيليتي ده عميل عندك مش لازم يكون مسجل اسمك، بس انت النص نفسه بيبقى نص ازاي؟ مثلا اهلا استاذ احمد، فاتوره حضرتك النهارده كذا مثلا. اهلا استاذ احمد، بنفكرك ان عندك ميعاد مع الدكتور كذا، مثلا تكشف ميعاد والدكتور عاوز يبعت لك ايه، انك ليك تذكير مثلا، حجز ميعاد مع دكتور مثلا، فتقول له اهلا استاذ احمد كذا كذا كذا. المصادقه والاو تي بي هي مختلفه شويه برضه عشان تبقى عارفها. عارف لما تروح تشترك مثلا في منصه فيبعت لك او تي بي، يعني يقول لك حط الرقم بتاعك، فتحط الرقم فيبعت لك كود ويقول لك حط الكود اللي احنا بعتناه لك على الواتساب. تاكد من ايه؟ ان الرقم بتاعك عليه الواتساب. غالبا المنصه بتبقى عاوزه تعرف الرقم الواتساب بتاعك عشان تعيد استهدافك تاني، فتتاكد مليون في الميه ان عندك واتساب. طب الاسعار بقى، خلينا نشوف الاسعار. انا هحط كده النوشن ده هيبقى معاكم في التعليقات باذن الله. ده كده الاسعار. حلو. هنزل تحت. الاسعار بتختلف على حسب انا هبعت لاني رقم، يعني مثلا هبعت ارقام من مصر غير لو هبعت ارقام من ماليزيا، غير لما هبعت يعني الرقم اللي انا هبعت له نفرض مصر او السعوديه او الامارات. حلو. عندنا السعوديه والامارات، عندنا كل حاجه. بختار انا عاوز اتحاسب بايه. مصر مثلا اتحاسب بالدولار، ما فيش جنيه مصري. فبيقول لي بص ده كده سعر الاوثنتيكيشن او الاو تي بي، ده سعر التسويقي. الرقم ده تقريبا يكافئ 3 جنيه وشويه، 3 جنيه حاجه 20 قرش اللحظه اللي انا بتكلم فيها اللي هو في شهر يوليو يعني. ده يوتيليتي، ده سعرها تقريبا 17 18 قرش في شهر يوليو. هتلاقيني برضو سايب لك ديت. برضو الاسعار دي احيانا بتتغير، مش بتتغير كتير بس احيانا بتتغير. ده مصر والسعوديه والامارات والاردن وقطر، هتلاقيني حاطط لك كل الشرق الاوسط تقريبا. لو ما لقيتش البلد بتاعك هنا هتخش على هنا. هي برضو لو عاوز تجيب الاله الحاسبه دي من غير ما توصل هنا بتكتب بس كده واتساب تمبلت برايسنج. حلو. هتخش على هنا، تنزل تحت زي ما اتفقنا بقى ايه، تختار النوع اللي انت عاوزه.
وتختار البلد اللي انت عاوزها وهكذا. طب في حاجه اسمها سيرفيس، خلينا نخش بالمره. ايه هي السيرفيس؟ السيرفيس دي دايما هتلاقيها صفر. السيرفيس ديت اي رساله هتبعتها في خلال 24 ساعه، عشان برضو لو خدت بالك اللي في سيرفيس ديت تبقى اي رساله بتبعتها في خلال 24 ساعه اسمها سيرفيس، وهي رساله مجانيه. طبعا في برضو اسئله متكرره، بيقول لك طب انا ممكن اضحك على ميتا، اكتب له ان القالب ده اصل تسكير، اكتب له اكتب انا قالب تسويقي، اقول له عرض السعر، بس اما اجي اقول له بقى ده النوع ده ايه تسكير. طبعا احنا مش عارف نضحك على ميتا اصلا بتشوف الرساله اللي انت بتبعتها، حلو، وهي بتقرا نص الرساله، شوف هل النص ده اصلا نص تسويقي فعلا ولا النص ده نص تسكير وكده. فهي متى بتشوف الرساله قبل. طب ازاي اعمل قالب يوتيليتي؟ انا قدامي طريقتين. اول طريقه اللي انا اكتب القالب اللي انا عاوزه وابعته لشات جي بي تي هو يصيغه كقالب خدمي، يعني انا اروح لشات جي بي تي اقول له صيغ القالب ده كقالب خدمي بالواتساب. هو شات جي بي تي شاطر جدا في الحته دي، اشطر من كلود واشطر من جيميناي واشطر من اي اي شفته صراحه. حلو. تاني حاجه مكتبه القالب. طب ازاي اجيب مكتبه القالب؟ احنا عاوزين نتعود على الشكل ده. ازاي افتح البيزنس مانجر بتاعي او منصه الاعمال بتاعتي او حافظه الاعمال بتاعتي، لان احنا فعلا هنا هنتعامل الفتره الجايه دي عليه كتير، يعني هدفع من خلاله، ممكن اعمل قالب من خلاله. فخلينا نفتح من الاول خالص كده جوجل، هكتب ايه؟ فيسبوك بيزنس. حلو، فيسبوك بيزنس اهوت. هخش على ده اللي هو ميتا فور بيزنس ده، هنزل تحت كده هلاقي الاعدادات او السيتنجز. ده اتفقنا ان ده المكان اللي من خلاله بقدر اتحكم في كل الحاجات الخاصه بميتا من خلال البيزنس بتاعي او للبيزنس بتاعي. فاحنا بعد ما نربط هنا واتساب اكونت، حلو، هلاقي الرقم اللي انا ربطته هنا، يعني ده احمد شين اللي احنا ربطناه اصلا في الفيديو، ده جيني ار بي، ده الرقم اللي احنا كنا ربطناه قبل كده، ربطناه يعني خاص بينا اصلا. حلو. هنزل بقى تحت كده هلاقي في بيمنت سيتنجز، الحته دي هنجيلها حالا دلوقتي، وهنلاقي الواتساب مانجر. حلو، فاضغط على الواتساب مانجر. احنا دلوقتي رايحين نعمل ايه؟ رايحين نعمل التمبلت لايبراري، او هلاقيه عباره عن تمبلتس جاهزه ميتا عاملاها لك بحيث انت تاخدها كوبي بيست وتسهل عليك الدنيا. هي دي بقى جايبه لك كل اليوتيليتي، جايبه لك 157 يوتيليتي على حاجات كتيره بقى، فانت ممكن تختار واحده زيها وتعملها. فدي طريقه ازاي اعمل واحده، يا اما اكتب القالب زي ما انا عاوز ابعته لشات جي بي تي، او افتح مكتبه القوالب اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي دي، واخد واحده شبهي من اللي انا عاوز اعملها اصلا واعملها وخلاص. هتبان اكتر لما نيجي نعمل واحده يعني. طب ايه الليميت بتاعي؟ هل انا ممكن من ساعه ما اول ما اركب على طول واتساب ابعت لمليون واحد؟ لا، ميتا حاطه قواعد برضو في الحته دي. تمام، احنا اتعودنا خلاص هنفتح ازاي البيزنس بورتفوليو او منصه الاعمال بتاعتنا او حافظه الاعمال بتاعتنا. حلو، ونفتح الواتساب مانجر زي ما انا رفعت. حلو، هلاقي حاجه اسمها هنا الليميتس، المسجنج ليميتس. القاعده بتقول عند ميتا بتقول لك ايه؟ اول ما تركب خالص المنصه او الواتساب اي بي اي هتلاقيه عند 250، تقدر تبعت 250 عميل كل يوم. حلو، مختلف. انا عاوز اوصل ل 2000، بتقول لك ايه بقى؟ ابعت 1000 واحد في اسبوع. يعني شوف خلال 7 ايام مثلا، يعني لو هنبعت تقريبا في الاسبوع ده تقريبا 150 في 150 كل يوم 150 مثلا، او اجي 4 ايام ابعت كل يوم 250. حلو، هلاقي بعد خلال ال7 ايام المهم اللي انا ابعت 1000 عميل مختلف في خلال 7 ايام. حلو، مجرد ما بعمل كده بيطلعني 2000. طب انا عاوز اوصل ل 10000، اعمل ايه؟ اجي في يوم ابعت 1900 شويه هيطلعني 10000. طب انا عاوز اوصل ل 100000، اجي في يوم ابعت 9000 وشويه. المهم الفكره اللي انا في ايه؟ اجي في يوم كده اروح جاي اقرب من الليميت قوي، انت تشوف اللي انا محتاج اخش على الليميت اللي بعديه فترفع لي الليميت اللي بعديه وهكذا. بعد ال 100000 في انليميتد بقى خلاص، انت ممكن تبعت ان شاء الله مليون واحد في اليوم. ده بالنسبه للليميتس بتاعتنا. انا عاوزك برضو تتعود على الواتساب مانجر بالشكل ده، لان هتقدر تعمل خلاله تمبلتس، وهتشوف مثلا انا دلوقتي حاجه برضو الحاجات هنيجي عليها الانسايتس، اللي انا اقدر اشوف الانسايتس بتاعتي كام واحد بعت لي في اليوم وهكذا. يعني الشكل ده عاوزك ما تتعود عليه. بص بقى، عشان دي معلومه خاطئه او اتغيرت، يعني هل لازم اعمل فيريفيكيشن عشان اطلع ل 2000؟ ايام زمان كان لازم، يعني احنا عاملين المنصه بتاعتنا عامله فيريفيكيشن للواتساب مانجر نفسه عشان اطلع ل 2000. ايام زمان كان لازم تعمل عشان توصل للرقم ده لازم تعمل فيريفيكيشن. دلوقتي واتساب شالت الحوار ده ومش لازم، عشان لو سمعت حد كان بيقول لك ايام لازم، او فعلا كان ايام زمان لازم، من اول 2026 ده بقى الشرط. برضو سؤال بيتكرر كتير، هل ممكن يحصل حظر او تقييد وانا عامل واتساب اي بي اي؟ طبعا هو احنا بنعمل واتساب اي بي اي عشان نحمينا من الحظر. بص، هو ممكن يحصل بس بشروط يعني تبقى واضحه. اول حاجه انت اول ما بتوصل، خلينا نبقى جنبنا كده، وادي الفون نمبرز بتاعتنا، ادي الفون نمبر بتاعنا. انا واخد ايه؟ الكواليتي بتاعتي هاي. حلو، انا اول ما بوصل
الرقم بتاعي بيبقى واخد كواليتي هاي. تمام. ممكن ابعت مثلا 10000. حلو. متى بتراقب سلوك ال 10000 اللي انت بعت له؟ يعني انا ممكن بعت ال 10000 اهوت، كم واحد رد، كم واحد عمل لي بلاغ لفيسبوك اني مثلا بعمل سبام، كم واحد تفاعل، كم واحد قرأ. برضو الرساله التمبلت ديت لما بتتبعت بيبقى فيها كده تحت هنا لايك وديسلايك، فكم واحد عمل لك لايك، كم واحد عمل لك ديسلايك. فمتى بتشوف تفاعل العميل بتاعك. حلو. وبرضو الحاجات دي بتبقى الارقام الكبيره شويه، يعني اول 3 4000 فيما فوق بقى، يعني صعب قوي يجي لك حظر وانت اقل من كده، الا برضو عشان برضو نشوف دي بتبقى نسب. يعني مثلا لو بعت 3000 واحد بس رد عليا، فغالبا ده مش عميلي اصلا، يعني 3000 دول مش عميلي. وشويه شويه متى هتبتدي تقلل الكواليتي بتاعت الميديوم ده. انت الواتساب شغال تمام وهيجي لك ايميل كده ان متى حولت لك الريتنج بتاعك لميديوم. حلو. الريتنج ده بيجي امتى؟ لما انا ببعت رسائل كتيره جدا ومفيش تفاعل عليها اصلا، او بيعمل لي حظر، او الناس بتعمل لي حظر، اللي هو ده مش عميلي اصلا وانا شاري مثلا مليون رقم وبعت لهم، يعني ده غلط. فمتى هتبعت لي اللي انا بقيت ميديوم؟ عموما اول ما يحصل ميديوم وقف ارسال اي رسائل، واستنى حوالي اسبوع ولا 3 4 ايام هترجع لهاي تاني. اوعى تسمح انك توصل للو. انت وصل للو لما متى تحول لي الميديوم وانا عمال ابعت برضه، يعني مثلا متى حولت لي ميديوم وانا كل يوم ابعت برضه الاف الرسائل ومحدش بيفتحها. فلا، القاعده بتقول اول ما اوصل للميديوم لازم استنى لغايه ما اوصل لهاي تاني. طبعا بتبان هنا. ولما بيجي لي عند ميديوم متى بتبعت لي ايميل اللي انا حولنا الكواليتي بتاعتك لميديوم، فاحذر. برضو نصيحه، عشان احنا بيجي لنا الناس بتبعت مثلا عاوز تبعت 50 و60 الف رساله في اليوم. احذر لو هتبعت ارقام ضخمه كده. الافضل انك تستخدم طريقه اسمها الاي بي اي تيستنج، الاي بي اي تيستنج قصدي. دي طريقه بتاعه لو انت ماركتير هتلاقيك عارفها. طب الطريقه دي عباره عن ايه؟ اللي انا بعمل اكتر من قالب بشكل مختلف. هي الفكره كلها انا بدفع فلوس على القالب، فانا بعمل مثلا 3 قوالب مثلا وبحط صيغ مختلفه. يعني مثلا بحط اكتر من صيغه، مثلا الحق عرض الصيف، الحق العرض اللي متفوتش، مش عارف ايه الكلام، صيغه تبقى مختلفه في الرساله نفسها. وممكن احط صور كمان مختلفه. تمام. وممكن احط زراير مختلفه. المهم انا بعمل تغيير على القالب، وبرسل في الاول على عينات صغيره. يعني ونفرض انا عاوز ابعت 50000 رساله، والله هجيب مثلا هعمل 3 قوالب هم نفس المعنى بس بشكل مختلف، وهبعت مثلا ايه دي 500 ودي 500 ودي 500. حلو. وبعدين اشوف احصائيات كل قالب. طب احنا نشوف الاحصائيات منين؟ برضو نخش على القوالب اهيت. احنا طبعا لسه هنعمل قالب قدامكم حاليا. اخش مثلا فيو اون سايتس دي، اخش على مانج قالب، يعني مانج تمبلتس اهيت، فيو اون سايتس. هنا بشوف بقى مثلا انا بعتها لحد وصلت لواحد، يعني احيانا ممكن الناس ما توصل لهمش، هنشوف برضو الاسباب. طب هو قراها، كم واحد قراها ورد عليها؟ حلو. فهنا بشوف القوالب. انا بعد ما بعمل الاي بي تيستنج ده بعمل 3 قوالب مثلا، فاخش اشوف افضل حاجه كم، يعني القالب اللي هو بيحقق افضل حاجه، حقق افضل حاجه ازاي اللي الناس بتقراه وبترد عليه. ده خلاص كده قالب ممتاز. فبعد ما بعمل العينات، حلو، خلاص عرفت القالب اللي بيجيب لي افضل رد وافضل عدد ردود وافضل حاجه، اروح جاي بعته مره واحده لبقيه ال50000 مثلا. حلو. فدي بتبقى نصيحه بقى، يعني لو تبعت ارقام كتيره بتستخدم طريقه الاي بي اي تيستنج ده. زي ما اتفقنا بالطريقه بتاعتنا. طب حلو. طب انا لما ببعت، انا خلاص عملت قالب، احنا هنخش نشوف هنعمل قالب كمان 5 دقايق بالظبط. يعني عملت قالب، مين بيوافق على القالب ومين اللي بيحدد؟ هو متى عندها ذكاء صناعي خاص بيها، هو اللي بيحدد نوع، بيوافق على القالب وبيحدد نوع القالب. حلو. طب القالب بياخد قد ايه موافقه؟ السؤال ده متكرر جدا. بص، هو الطبيعي يعني دقيقتين، 10 دقايق، ربع ساعه، ده الطبيعي. بس في الاول يعني انا كاتب من دقيقتين ل 36 ساعه. 36 ساعه دي اعلى حاجه انا شفتها. هي متى نفسها اصلا بتبقى كاتبه 24 ساعه، بس بصراحه شفنا ناس بتوصل ل 36 ساعه عشان توافق. ده بقى في الاول. اول قالب انت هتعمله مش شرط، بس بنسبه كبيره جدا هيتاخر، هيعدي ال 24 ساعه. حلو. ممكن توصل كمان ل 36 ساعه، وممكن يوصل 5 دقايق، يعني انت وحظك. بس اللي بعد كده، بعد ما تعمل كذا قالب، يعني في الاول بس الموضوع بيتاخر، بس بعد كده متى بتتعود عليك وتشوف انك بتبيهيف كويس يعني، وعدى عليك اسبوع اسبوعين في المنصه وما بتعملش مشاكل، بتلاقي الطبيعي بعد كده القالب بياخد 5 ل 10 دقايق في الموافقه، ممكن اقل من كده كمان. طب انا دلوقتي عاوز ايه شروط بقى ارسال القالب؟ عملنا قالب وتوافق عليه، احنا هنعمل الكلام ده عملي دلوقتي، يعني احنا مش بنخلص النظري بس.
اول حاجه لازم نفعل واتساب اي بي اي زي ما عملنا الفيديو اللي فات. تاني حاجه ربط وسيله دفع، الحته دي مهمه جدا. انا مش هعرف ارسل قالب غير ما اعمل وسيله دفع. طب ليه؟ متى هتاخد مني فلوس؟ فزي ما اتفقنا بفتح البيزنس مانجر بتاعنا واتك على واتساب اكونت واختار الاكونت اللي انا عاوز اربط عليه. طب انا رابط رقمين، اخش على كل رقم احط وسيله دفع. حلو. طب ايه وسيله الدفع؟ خلينا برضو متى بتوافق عليها. قدامنا اربع وسيله، يعني اربع حاجات، لا اما كريدت كارد او كارت مشتريات، لا اما كارت يبقى مربوط بحساب دولاري، لا اما اي كارت خارج مصر بشكل عام، اي بنك حرفيا خارج مصر، لا اما في كروت كده بتنزل بابلكيشنز بتسمح لك انك تشتري من اونلاين، تشتري اونلاين على من بره يعني. فاي حاجه تنفع تتعمل بالدولار هتخش تربطها. خلينا نخش نربط دلوقتي اهوت او نجرب قدامك. هنخش كده على جيني ار بي، هخش هنا هلاقي اعدادات الدفع. حلو. انا حاطط واحد. طب انت اما تخش هتلاقي كده اد بيمنت ميثود. خلينا نعمل اد بيمنت ميثود. حلو. بختار الكارت ده تبع ايه، الكارت ده في ايجيبت ولا لو هو مثلا كارت مشتريات ولا حساب بنكي مصري فهكتب ايجيبت، والكرنسي يو اس دولار. طب انا مثلا من الامارات ولا من السعوديه ومعايا كارت اماراتي او سعودي، فاختار مثلا هنا الامارات او السعوديه. اخش اختار هنا بقى ايه العمله بتاعتي، سواء ريال سعودي او كده، واختار الوقت التاريخ بتاعي واتك نيكست. تمام. هنا احط بس الكروت بتاعتي واتك سيف بس. خلاص كده. احيانا هيطلب منك انك تحط اسم الشركه بعد كلمه سيف ديت، ممكن يقول لك حط اسم الشركه مش عارف ايه، براحتك بقى. بس هو خلاص بعد كده خلاص انت يعتبر عملت سيف كده. متى مثلا انا دلوقتي عليا الرقم ده المتى، انا بعت كارت تسويقي من مصر، ده بدفع كده. فانا ممكن اخش ادفعه دلوقتي، او متى هي كل شهر اصلا ايه بتسحبه مني تلقائيا. ازاي بربط وسيله دفع زي ما شفنا. وبرده عند التفعيل لو احنا شفنا لما جينا نفعل كان في بيقول لك ربط حساب، فعند التفعيل او بعد التفعيل احنا عملنا الشرح التوضيحي بتاعها. طب ازاي انشئ قالب؟ خلينا بقى الحته دي مهمه. حلو. انا قدامي طريقتين. اول طريقه من خلال ميتا نفسها او البيزنس مانجر، تاني طريقه من خلال المنصه. هنشرح الطريقتين. اول طريقه اهوت هخش على البيزنس مانجر تاني. انا عاوز نتعود على الشكل ده جدا. حلو. اخش على الواتساب اكونت، اخش اختار الرقم بتاعي واخش على الواتساب مانجر. حلو. هلاقي حاجه اسمها مانج تمبلت او اداره القوالب، هضغط عليها واعمل هنا زي ما انت شايف كده اهوت كريت تمبلت. ده دلوقتي انا بعمله من خلال المنصه، من خلال ميتا. فبيقول لي والله اختار النوع الاول، انت عاوز ماركتنج ولا عاوز يوتيليتي ولا عاوز اوثنتيكيشن، ولنفرض ماركتنج. فهختار ماركتنج، وتحت كده على اليمين هلاقي كلمه نيكست او التالي. حلو. رقم واحد، اول حاجه اسم التمبلت لازم يبقى بالانجليزي، لازم. حلو. مثلا او تيست نيم مثلا. وطبعا ما ينفعش يبقى عندي نفس يعني انا عملت تيست استخدمت في واحد عندي تيست، فبيقول لي التيست ده بالفعل موجود، فهعمل مثلا تيست 3 مثلا، تيست 2، اي حاجه. فاسم يبقى مختلف، ما عنديش ما عملتوش قبل كده. تاني حاجه بالانجليزي. تاني حاجه بستخدم ايه اللغه اللي هبعتها، يعني انا هبعت الرساله بتاعتي ايه، غالبا هيبقى عربي او على حسب بقى السوق اللي انت هتبعت له يعني. تمام. في حاجه اسمها الفاريبل ده المتغير اللي بيظهر تحت. حلو. اختار نيم عشان المنصه شغاله على نيم بس، وهشرح لك الفرق بين نيم والنمبر. تاني حاجه الميديا سامبل ده الهيدر، مش احنا اتفقنا؟ خلينا نفتح كده. احنا ممكن زي ما اتفقنا كده الهيدر بتاعنا ممكن يبقى تكست او ايمج او فيديو او دوكيمنت. فخلينا نكتب حتى خلينا نكتب في الهيدر مثلا اسم الشركه جيني ار بي مثلا. خدت بالك من طريقه كتابتها؟ بص انا كتبت جيني ار بي اهوت، ده شكل الرساله بتلاقي مكتوبه كده بخط بولد. حلو. فممكن اكتب اسم الشركه، ممكن اكتب اي حاجه هنا، او اهلا وسهلا يعني. ده لو انا هعمل نص. طب انا ممكن ما اعملش نص، ممكن اعمل صوره. حلو. احط اي صوره، ممكن تبقى فيديو، ممكن تبقى دوكيمنت، ممكن تبقى لوكيشن، براحتي خالص. حلو. نخش بقى على النص نفسه. النص ده ممكن اقول له مثلا ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مثلا، اهلا اخي. حلو. انا بقى دلوقتي
خدت بالك كده اللي انا كتبت اهلا اخي نيم؟ اخي نيم ده ان طب ليه حطيت نيم بالشكل ده؟ ده معناها اللي انا معايا اسامي، خد بالك الحته دي، انا معايا اسامي العملاء بتوعي. حلو. هخش هنا بنحط نموذج للاسم، يعني خليها اخي احمد مثلا. حلو. كيف حالك؟ برضو ما ينفعش ان البادي ده ينتهي، يعني انا لو شلت كيف حالك دي اقول لي ما ينفعش انت بتعمله ده، ما ينفعش اخرها كده، لا لازم، ما ينفعش يبقى اخرها متغير. حلو. السلام عليكم، اهلا اخي نيم، كيف حالك؟ والله ارجو ان تكون بصحة جيدة مثلا، عندنا عرض جميل، اي حاجة بقى بحط العرض بتاعي وهكذا، يعني بكتب النص اللي انا عاوزه. حلو. دي بقى اللي هي طيب الفاريبل بيبقى نيم ده يعني بكتب اسم الفاريبل. هشوفها برضو عندنا في المنصة، بس المهم لازم طالما هتعملها من المنصة عندنا يبقى لازم طيب الفاريبل بتاعه نيم. حلو. الفوتر تحت بقى هشوف شكله مثلا، خليك اكتب مثلا ايه، هلو مثلا، او نكتب اسم الشركة جيني ار بي مثلا. شايف بكده بالشكل ده كده بيبقى خط صغير. تمام. زي ما اتفقنا اللي احنا ممكن نحط ازرار، يعني ادي الزر مثلا، الزر الكاستم ده مثلا ايه، هقول له مهتم مثلا. حلو. هو لو ضغط على مهتم دي هيفتح معايا ال 24 ساعه، ما اتفقنا. حلو. بس متى بقى يحط لك برده شويه ازرار تانية، انت لو انت عاوز تستخدمها انت ممكن اخرك تحط برده، عشان تبقى عارف الموقع ديت اخرنا ثلاث ازرار. ممكن احط زرار يودي على موقع، ممكن احط زرار يتصل عليا، ممكن احط على الزرار ياخد كود. حلو. خلينا مثلا ده الزرار يتصل عليا، اقول له مثلا ايه اتصل بنا، واحط له الرقم بتاعنا مثلا. تمام. ده شكل كده ايه الرساله. بعدها انا كده خلصت، هلاقي في حاجه سميت فور ريفيو، يعني زي ما انت شايف كده هضغط على سميت فور. انت المفروض تحط بقى صوره مناسبه، يعني صوره مناسبه للعرض بتاعك. حلو. واعمل سميت فور ريفيو. تمام. متى الاي اي بتاع متى دلوقتي هيشوف نص الرساله، شايف اسمها تيست اهيت ان ريفيو. حلو كده. انا عملت، حتى زي ما انت شايف كده بيقول لك ايه، ان الرساله ممكن تاخد لغايه 24 ساعه، غالبا تلاقي 10 دقايق توافق عليها، يعني يمكن في الاول بس بتاخد 24 ساعه واحيانا 36 ساعه. حلو كده. خلصنا القالب، عملناه هنا من خلال ميتا. طب انا عاوز اعمل من خلال المنصه. حلو. انا اخش على المنصه بتاعتنا، انا ما هرسل من خلال المنصه، ما اقدرش ارسل من خلال ميتا، فخلينا برضه اخش على هنا على الشات، اخش هنا على الاكونتس. طيب احنا كنا عملنا على جيني، عملنا قالب. حلو. السيستم ما يعرفش القالب دلوقتي، يعني القالب اللي احنا عملناه على ميتا ده السيستم بتاعنا ما يعرفوش. طب انا عاوزه اخليه يروح يشوف الحاجه على ميتا ويجيبها لي، بعمل حاجه اسمها سينك تمبلتس او مزامنه القالب، على حسب انت داخل بالعربي ولا بالانجليزي. هلاقي مزامنه القالب كده. شوف بس الرساله اللي هتيجي، ايوه شايف كده، 1 كرييتد و9 ابديت. 9 ابديت ده يعني العميل، انا بالفعل كان عندي 9 وفي واحد لسه عامله، لسه حصل له كرييشن بقى على السيستم. فما اخش على هنا بقى الواتساب، هنا هلاقي تحت حاجه اسمها التمبلتس او القوالب. حلو. احنا كنا مسمينه تيست 3 زي ما انت شايف اهوت. حلو. البتاع بتاعته بيندنج ابروفال. حلو. خلينا نعمل نفس النص، خلينا بقى نعمل واحده جديده. حلو. لما اتك كرييت من هنا فاعمل واحده جديده، او لو انا جوه عند واحده اتك زائد عموما في كل، لو انا زائد كده في اي حته في السيستم معناها لا بنشئ حاجه جديده. هنا انا هنشئ نفس القالب بس من خلال المنصه. حلو. هسميه تيست 4 مثلا. هي نفس الخطوات، لازم الاسم يبقى انجليزي، واختار الواتساب اكونت اللي انا عاوزه. حلو. انا ممكن ابقى عندي اكتر من واتساب اكونت، واختار اللغه بتاعتي عربي مثلا، النوع كاتيجوري ماركتنج ولا يوتيليتي ولا اثنتيكيشن، انا افرض ماركتنج. حته بقى ابلاي تو دي مهمه، يعني ممكن تعديها على السريع. لو انت هتعمل حاجات عاديه ما تشغلش بالك بيها، دي هشغل بالك بيها امتى؟ لو انت عاوز تبعت فواتير مثلا،
او عاوز تبعت احنا الفكره كلها التمبلت ممكن اربطها على اي حاجه، ممكن اربطها على السي ار ام، ممكن اربطها على حاجات تانية كتير، ممكن هعمل بنسبه 99.9 سيبها زي ما هي كده. حلو. انت الاستخدام بس الغريب اللي هو عاوز انا ابعت فاتوره لكل عميل مختلف ويبقى من خلال السيستم. احنا عندنا طبعا المحاسبه بتاعتنا، فعاوز ابعت 100 عميل الفاتوره بتاعته، فديت هشرحها في فيديو مختلف عشان بس الفيديو يتطول. هنا الهيدر فورمات انا عاوزه تكست ولا ايمج ولا فيديو ولا دوكيمنت، ده اللي هو الفورمات ده اللي هنا ده عاوزه تكست، ونفرض عاوز صوره مثلا، اختار صوره. حلو. انا كده حطيت الصوره اللي هتتبعت. هنا احط النص، انا واخد نفس النص، السلام عليكم كيف حالك اخي كذا، عندنا عرض جميل. وهنا الفوتر، وهنا الزراير نفس الزراير، عندي زراير يو ار ال تودي على الموقع، زرار فون نمبر، زرار كوبي كود، زرار كتالوج. ولنفرض هكتب مهتم مثلا، احنا اتفقنا ان احنا اخرنا 3 زراير بس. ممكن احط له مهتم وغير مهتم، دي برضه من الحاجات اللذيذه اللي بجبر العميل اللي هو يتواصل معايا اصلا. يعني العميل لما يشوف مهتم او غير مهتم هيضغط على واحده منهم يعني. حلو. انا دلوقتي حفظت القالب. طب انا عاوز ابعته الواتساب بقى، يعني زي ما انت شايف كده ايه في مرحله الدرافت، عاوز ابعته الواتساب توافق عليه، فبتك سمت. حلو. هيجي لي دلوقتي بيحصل عمليه سبمشن دلوقتي او على الارسال، خلاص اندر ريفيو. انا بس عملت ريفرش كده هلاقيه بيندنج ابروفل. ولو رحت هناك في ميتا في الواتساب مانجر عملت مانج تمبلت، هلاقي تيست 3 وتيست 4 دلوقتي اهو. تيست 3 ده اللي احنا كنا لسه عاملينه من 5 دقايق توافق عليه خلاص، وده اللي احنا لسه عاملينه حالا من خلال المنصه، لو انا استنيت 5 دقايق هتلاقيه توافق عليه. حلو. عشان ما نطولش الفيديو عن كده، احنا عملنا انشاء القالب. المره الجايه هنعمل ارسال القوالب، عندنا 4 طرق مختلفين من خلال المنصه، هنشوفهم كلهم وهنشوف ايه الايرورز اللي ممكن تحصل باذن الله في الفيديو اللي جاي. مستنيكم باذن الله.